تعال ادلعك وبالملخص امتعك. في دوري ابطال افريقيا الاهلي بيكسب الرجاء في القاهره 2-0، وبخبره السنين يروح يتعادل 0-0 في المغرب والاهلي في السيمي فاينل. وفي انجلترا والقمه المنتظره تخلص بطريقه غير منتظره، سيتي يكسب ارسنال 4-1. ودلوقتي الامور في زمام سيتي، خصوصا بعد ما كسب فولهام 2-1 وتصدر لاول مره منذ زمن طويل جدا. والجانرز مستقبلهم مش في ايديهم، وبنتيجة ال4-1 نيوكاسل يكسب ايفرتون وبعدها يكسب ساوثهامبتون 3-1 عشان يثبت مركزه في الثالث. واليونايتد بيفوز 1-0 على استون فيلا بعد ما كان اتعادل مع توتنهام 2-2. ليفربول بعد ما كان فايز على توتنهام 3-0 يرجع السكور 3-3 في الدقيقة 93، وبعد كده في ال94 يرجع 4-3 والريدز يتفوق على السبيرز. اسبوع سخن مفيش كلام. في الاسباني برشلونة بيكسب ريال بيتيس 4-0، مدريد بيكسب الميريا 4-2، اتلتيكو مدريد بيكسب بلد الوليد 5-2. في الإيطالي نابولي المتصدر بيتعادل 1-1 في اللحظات الأخيرة